جاء رجل إلى إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه فقال له: يا إمام إذني موعظة حتى أترك المعاصي. كانوا يجدوا تدو شحيخ بيسو يقول خلينو إبراهيم ابن أدهم وج الله رياس خلصن تابعي نوز إزدي سكخنوز. فقال له 5 أشياء بخم يعني تسوتسنك بخنحما حين تقاتشي كانوا يجدي ما قدوحن يعني. حال خردر إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزقه. حين الله عاس خليتش الله رزق مدى الله يعذره إبراهيم ابن أدهمس. فقال الرجل: ومن أين آكل؟ مشاردو أداز رزق الله در محك رزق خوج. فقال إبراهيم: أما تستحي من أخيتك يعذره إبراهيم مسقونك أن تأكل من رزقه ثم تعصيه. الله رزق دو أدوج الله عاس أخيتك عنه. شاطر إذا أردت أن تعصي الله الله عاصخل حيليتش فلا تعصيه على أرضه. الله له ما الله عاص. فقال الرجل: وأين أذهب؟ مش حقوس ولحتر عليهم. قال إبراهيم مزيال الريوخ: أما تستحيح من أخيتتي أن تعصي الله عاصخل على أرضه. الله لا تقول لي الله عاصخل أخيتك عنه. قال: إذا أردت أن تعصي الله عاصخل حيليك فابحث عن مكان لا يراك الله فيه. الله حيقوق وجه موتك الله يا ضريخ. فقال الرجل: ومن أين أجد؟ الله حيقوق وجه موتك ما كان الله قياس أوتشي. أما تستحي أن تعصي الله وهو يراك؟ حن أخي تتسي الله بعد بيت قد يشغلش. ديلادر إذا جاءك ملك الموت ليقبض روحك فقل له أخرني. ملك الموت حيقدوغي صحيت أنا حنزي مئة ساسة تحت سؤال الله حتى أتوب توبة نصوحة وحتى أعمل لله عملا صالحا. سنتوب دا سن عمل أز الله حيالت تحت سؤال الله تسرك. فقال الرجل: قونه شو يالريوخ لا يقبل مني قابل ددهت سر عز آخر ددهت سر يعني. خنادر إذا جاءتك الزبانية يوم القيامة ليأخذونك إلى النار فلا تذهب معهم. جوجغتي تو تعملي حدا كحيصار جوجغتي وقش خلي صندوق الأطلة صارستعمو والله يا تقولوا شو يالريوخ لا يدعونني صار صوتك واحد صندوق الأطلة واحد صار. فكيف ترجو النجاة إذن؟ حلقة شو عن نتقاتش تخوج شاء الله شا قالا شا ديلا شا بخلا شا عن نتقاتش تخوج تحت قبر مش واضحة قلخر مش واضحة كنا يجدش الله عاسوس قلخر مش واضحة. ونحكي يا اليوم أستغفر الله وأتوب إليه. الله قرقشت ديخ أستوب وتواصل الله إنه هو التواب الرحيم. الله يخون عن بقلز الله توب قابل دش قخيت من وشعن فمن زحزح عن النار الله القرآن جزءتنا كان لحكا وأدخل الجنة يسملي وخيتها فقد فاز كنت يعني ديك الخنوم.